واخيرا بعد مناوشات كتير مع نفسي خلاص قررت ان انا هنعمل فيديو. المفروض ان هي ردة فعلي على فيديوهاتي القديمه. اقسم بالله انا ما بشوف في منها فيديوهات انا سايبها موجوده، انتوا ممكن تشوفوها على فكره موجوده على القناه، لكن انا ما بطيقش اشوفها لا هي ولا الجديده عامه يعني. بس ده شر ولا بد منه ان احنا هنعمل الفيديو ده يعني. انا عامه ما بعملوش دي تاني مره اعمله في حياتي. وقبل ما نتفرج على الكارثه اللي احنا هنشوفها دلوقتي عايزك تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام وندعي لاخواتنا في فلسطين، وتنزلوا تعمل لايك ولا مش فارقه. لا مش مهم تعمل لايك، انا مش عايز حد يشوف الفيديو ده اصلا. بالمناسبه يا جماعه الناس اللي ما تعرفش ان احنا بادئين على اليوتيوب في القناه دي، كان في قنوات قبل كده لكن ما كنت بقفلها ما بكملش فيها. احنا بادئين على القناه دي من تاريخ 21/11/2015 يعني 21/11/2025 يبقى بقالنا 10 سنين. المفروض ابقى عمده في اليوتيوب ده، يبقى ليا كلمه، يبقى ليا سلطه. تقول لي ال 10 سنين دول عدوا امتى؟ اقول لك والله ما اعرف. انتوا ما زهقتوش بجد؟ انا زهقت. اول فيديو معانا اتحداك ما تخافش، وده كان فيديو يعني زمان كان ترند كده ان انت تجيب فيديو رعب وتتفرج عليه وتدي ردة فعل مخيفه. يعني هو فيك بس يعني لازم تخاف. فانا عشان جديد ومختلف فعملت كده. الفيديو ده انا كنت مصوره وانا كنت راجع من الشغل، يعني انا كنت شغال ساعتها نجار يعني عشان انا من دمياط الله يخرب بيت الدقعه. كنت شغال نجار فراجع تعبان، فعملت الفيديو ده علشان جمهوري كان بيتابعني ساعتها 12 شخص، فال 12 شخص دول كان لازم ان انا انزل لهم محتوى علشان ما يعملوش حاجه في نفسهم. السلام عليكم. انا بتحدى كل شخص بيتفرج على الفيديو ده ما يخافش. هعرض دلوقتي مقطع صغير. انت شفت السلام وبعدين هم رايح هناك عليكم. لازم اخطف انتباه المشاهد. كنت ساعتها بصور بكاميرا اللابتوب. انا مش طايق اصور الفيديو ده يا شباب. مش ده فيديو كنت عامله اسمه اجمل صوت في العالم. كانت الاسماء كريتيف جدا كنت بعملها يعني، انا اللي كنت بالف. ودي الصوره المصغره بتاعته، صوره برضو متعوب عليها. والله وقتها كان اللي بيعمل الحاجات دي لا شاطر، لا برافو عليك. يا اخي انا مش عايز اعمل الفيديو ده يا شباب. لا حول ولا قوة الا ده ايه المنظر ده؟ يلا شفتوا القرف ده بجد؟ لا ايه ده فعلا الفلوس كل حاجة. لا. اللي يقول لك الفلوس مش كل حاجة قول له الفلوس كل حاجة. انت شايف المنظر كان عامل ازاي؟ نهار ابيض ايه الخرب. شكلك ايه؟ شكلي شبه الزبالين المتسولين. ناقصني بس بربور يبقى نازل من مناخيري والصورة تكتمل. شوف اللقطة اللي هو تن في جامدة. لا جامدة. الانترو ده كنت سارقه من حد وحاطط اللوجو بتاعي اللي هو المعفن ده، بس مخبي اللوجو بتاع الشخص اللي انا سارقه منه. كنت حرامي نضيف يعني بحاول اعمل حاجه جديده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده يا جماعة جايب لكم يعني انا كنت بتكلم بالطريقه دي، المفروض ان انا طالع اتريق على الناس يعني اللي هو انا. همسكهم بقى ايه واعرفهم اللي انتوا بتعملوه ده وكده. انا كنت وحش قوي، كنت وحش جدا وما اعرفش انا لسه وحش ولا لا. بس انا عامه ما بحبش اتفرج على نفسي لا قديم ولا جديد. صوت رائع، لان الصوت ده ارقع صوت في العالم. يعني لا تقول لي عبد الحليم ولا شادية ولا ام كلثوم ولا كلثوم نفسه يجي جنب الصوت ده ذره. تعالوا نتفرج على الفيديو مع بعض ونقرا مع بعض. انا عرفت ليه اصحابي ساعتها في الفتره دي اول ما بدات اعمل فيديوهات كانوا بيتخانقوا معايا يقولوا لي انت دمك تقيل، وكان عندهم حق وانا كنت زعلان منهم وقاعد في البيت بعمل فيديوهات. والله كان عندكم حق. انا بقول صوت رائع اللي هو بدل ما اقول رائع عادي اقول رائع، فرائع دي هتجيب ضحك. انا عقلي كان جايبني كده. انا مش طايق بجد اكمل. انا اهون عليا اتفرج على اي حاجه ما اتفرجش على القرف ده. يلا نغني. بلاش الحاجه اللي هنا لو كنت بجيب شباب غلبانه فاهم، بجيب شباب ما حدش يعرف عنهم حاجه والفيديوهات يبقى عليها مشاهده واحده ولا اتنين واروح اعمل عليهم فيديو بقى. ما ساعتها كان بيتابعني 12 شخص والرقم كان عمال بيزيد تدريجيا يعني. لا هي الاغنيه اسمها ما بلاش. اغنيه ما بلاش بتاع حماقي. نبدا. ما بيقول لنا ما بلاش يا جدعان نغني. انا مش عارف الشباب دول هل ما زالوا عايشين او لا، بس اكيد شكلكم اتغير دلوقتي ما حدش هيعرفكم يعني اكيد. حتى شوف انا مطيتكم ازاي يعني. انا مش عارف ليه كنت عامل مونتاج كده. ما بلاش هو في ايه؟ تغيب عنا تاني ما بلاش. بس والله كان عندي حق ان انا اعمل عليك فيديو. انا ما غلطتش انا لما جبتك. هو الرياكشن ده غضب ربنا ولا احاسيس ومشاعر؟ حد يفهمني الرياكشن ده ايه؟ مش فاهم. اسكت الرياكشن ده اسكت. حرفيا عيان ماسك ميت وهاتكوا ضرب. طب الكومنتات كانت ايه؟ لا الكومنتات ساعتها اللي هو روعه. حتى اللي بيتابعني ما كانش عارف يقول لي يعني روعه. اوكي. ده فيديو تاني اسمه التفسير الصحيح لاغنيه الحب من سهوكه. دي الصوره المصغره الجامده فشخ اللي كان متعوب عليها اللي انا عاملها ساعتها. كانت الصور دي اللي هو انت جامد، انت جبت الخط ده منين وكتبته كده ازاي؟ شوف البدايه هنا بسم الله ما شاء الله، شعري الاقرط اللي طالع من الكاب ده قبل ما يبقى معايا فلوس بقى ويبقى عندي استشوار بقى وانعمه واظبطه. يا نهار اسود على
ما فيش رياكشن تاني اعرف اعمله غير ان اقول ما هو انا ساعتها عقلي ده كان فيه ايه انا ما اعرفش، لكن يعني ازيكم يا جماعه؟ فيديو النهارده ناس كتير شافته بس فهمته غلط، وانا جاي فيديو النهارده بعدين اقوم رايح قاعد كده ناس كتير شافته كتير، وافضل بقى قاعد اعيد لحد ما ايه اللي هو انا في دماغي ان انا بعمل حاجه جامده فشخ وماشيه بفستان اسود. ده معناها ان هي جايه من عزا يا جماعه. لا دي جامده دي، لا دي جامده. فستان اسود ده معناه ان هي جايه من عزا يا جماعه. انا بجد مش فاكر انا قلت حاجه شبه كده يعني ايه يعني. انا في اوقات ساعتها كنت انا فاكر اوقات ساعتها كنت بكتب يعني بكتب الفيديو رياكت اللي انا بعمله. ده تخلف عقلي، مفيش حد يعمل كده اصلا. فاكيد بقى وانا بكتب الافيه ده لا ده صريخ ضحك ده. مفيش حد سب لي في الكومنتات. طيب والله اعمل له لايك يعني اثبت الكومنت بتاعه. انت كائن فشيخ يعني. ما انا شايف ناس بتشجعني فاكيد هفضل مكمل في اللي انا بعمله. يا ده كل كومنتات بتمدح فيا يا جماعه، كل حلو ومش عارف ايه جميل استمر يا بطل. فجاه داخل عليك بعجله. ده ان هي بتوريك ان الحي اتقى من الميت. لا ايه ده بجد؟ لا ايه ده؟ لا بقى لا انا كنت بقول ايه؟ هو ده حلو يعني. انا كنت الناس بتقول لي انا بجد كنت بعمل كده. انا مش فاكر اي حاجه. انا مش فاكر حتى انا كنت عملت رياكت على فيديو شبه ده. طب هل انا ممكن اكون بعمل كده دلوقتي ومش اخد بالي وقدام كمان 10 سنين هقعد اقول ايه القرف انا كنت بعمله ده؟ ولا انا دلوقتي انا ماشي صح؟ ولا انا ما عادش عارف حاجه دلوقتي؟ اغنيه مليانه والله رسايل. مين الناس اللي انا بجيبهم دول صحيح؟ كان اول ما بدات القناه دي كنت بتارجت ان انا اجيب ناس ما فيش حد يعرف عنهم اي حاجه. انا مش عارف هل الفنانه دي لسه عايشه ولا لا، بس يعني بعتذر لك لو انت ظهرتي معانا. اكيد يعني وشك مش باين اصلا، تشوفي الكواليتي عامله ازاي. استنى بقى انا هشرح لك عشان ايه تفهمني. الحب مش سهوكه، يعني الحب مش لا الحب مش سهوكه، والدنيا مش سايبه، الدنيا جامده، الدنيا مش سايبه، الدنيا جامده. في بنت بتوقفك بتقول لك استنى، يعني عندها حق. مش في بنت بتقول لك استنى، اكيد بتقول لك. وفي بنات كتير خايبه. ده معناه قضيه التعليم في مصر بايظه يا جماعه. جسمي مقشعر الفيديو ده بالنسبه لي جماعه صعب قوي، صعب جدا. انا عامل الفيديو ده باذن الله. هو انا كارهه كده حتى لو الفيديو وحش فهو هينزل لكم من منظر. انا كاره الفيديو ده كره العامه بجد، وانا بصوره ده يعني اكتر فيديو بكرهه في حياتي بجد، ومش هعملها تاني يعني. باذن الله يكون اخر فيديو يعني. كمان 10 سنين نبقى نعملها. وعلى فكره انا سايب الفيديوهات دي موجوده على القناه، يعني انت لو عايز تشوفها يعني هتلاقيها. انا ما بشيلهاش عشان تعرف البدايه السوداء اللي انا كنت بادئها عامله ازاي. الله، حركه الاولابيه عشان توريك ان هي رشيقه. انا اهون عليا ان انا اتجلد احسن ما انا في الموقف اللي انا فيه دلوقتي. يعني ممكن تقول افات قديمه كان وقتها حلوه، لكن دي لا قديمه ولا جديده تنفع. وكان في ناس بتشجعني يعني، ده اللي غيظني في كل ده. لف، محدش يعرف الحركه دي على فكره. ده بتعمل كام حركه على الكرسي كده عشان تثبت لك ان الكرسي متين. لا بقى ما خلاص بقى، ما خفه دم جوز خالتي في اللمات العائليه. ما ينفعش اعمل ريبورت لنفسي يعني ابلاغ اقفل القناه. المفروض ان انا بعلق على الفيديو. انا حرفيا مشغل الكليب كامل كله شغال وعمال ارمي افيهات ظريفه وارقص بس. يعني ده الفيديو رياكت بتاعي. الفيديو اللي بعده اكبر سكينه ناريه في تاريخ اليوتيوب والوطن العربي. ده عنوان الفيديو بتاعي. وقتها كنت بعمل برضو محتوى متنوع يعني، مش شرط بس اعمل لك فيديو رياكت، لا كان في ساعتها ترند اللي هو تجيب السكينه نسخنها على النار ونقطع بيها حاجات. كان ترند متخلف عقليا كده، لكن كان كل الناس بتعمله. ايه ده؟ ما شاء الله كرييتيف. عايز اوريكم الكومنتات. هل هظهرها لكم كده عادي؟ لا انا هعمل لكم كده اللي هتطلع من ايدي حركات تصويريه بتاعت فرح ابوك وامك. يعني كومنت هيطلع ما بين خلايا جلدي يخش على الشاشه على طول. طبعا عشان انا ما بحبش اعمل حاجه كده وخلاص، لا لازم انا اديك لمسه كده تاتش. يا جماعه بالله عليكم، هل انا ما زلت كده ومعمي عن الحقيقه مثلا وانتوا بتجاملوني؟ انا لما بشوف الفيديوهات دي انا ساكت في نفسي بتتدمر. ربط اكبر سكينه ناريه في تاريخ اليوتيوب كله. شوفوا شعري معفن ازاي. ده شعري الحقيقي من غير استشوار. ده باستشوار. شوفوا شعري قذر بجد. انا يا جماعه عندي بريمه هنا في قفايا. الناس كلها بريمه بتاعتها في ورا هنا، انا عندي بريمه هنا في قفايا. انا شعري اتجاهه كده اللي هو فاهم، حتى شعري هبل. في حد كده ولا انا بس اللي اكيد انا بس. لكم اكبر حاجه موجوده في السوق، والسكينه اكبر حاجه موجوده في السوق زي ما انتم شايفين، والولاعه برضو. هل هعديها كده اديك برضو لمسه كوميديه. اقول لك اكبر سكينه في العالم واجيب لك اصغر سكينه عندنا في البيت. ضحك. انا هجيب لكم عقم، انا محدش هيخلف هنا. اكبر حاجه موجوده في السوق زي ما انتم شايفين. هنولعها وهنقطع بيها حاجات ما اتقطعتش في تاريخ اليوتيوب كله، او ما حدش جرب ان هو يجرب بيها السكينه الناريه. انت مش عارف اتكلم. يلا
هو انا كنت جايب الناس اللي كانت بتعمل السكينه ناريه دي كانت بتسخن السكينه على البوتاجاز. انا مش فاكر والله، لسه انا بشوف الفيديوهات دي معاكم دلوقتي. ده الامكانيات كانت معدومه، يعني زيرو امكانيات. يلا بينا نقطع بيها دي. هو بجد انا كنت بعمل كده. واو واو اوعى تيأس، يعني اكيد في امل ان في اي حاجه ممكن تتغير. والله العظيم حتى مش عارف كمان 10 سنين هل انا هبص لنفسي بنفس المنظر ده، ولا هيبقى هقول لا انا كنت جامد. مش عارف. طبعا بعد كده جبت شنطه سودا. ده بقول لك زيرو امكانيات، حتى مش عارف اجيب حاجه اقطعها، فجايب سكاكين وشنط. بعد كده عملت فيديو اسمه تامر رحله صعود لا يفوتك. ما اعرفش ده ايه ده. هنا بقى كنت جبت كروما، يعني جبت ورق لوح كده حطيته ورايا، حتى عشان تعرف ان هو ورق لوح هتلاقي ايه اللي هو متاكل من جسمي. ما كانش معايا فلوس ان انا اجيب كروما اللي هي بحق وحقيقي. وحشتوني 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 وحشتوني. ما بقى ايه ده؟ ايه ده؟ لا انا مش فاكر دي بقى. يعني انا كاني فاهم اللي هو حد خبطني على دماغي دلوقتي. والله العظيم ما فاكر انا كنت عملت حاجه شبه كده، بس يعني ليه؟ هو الواحد تقريبا خرى كتير في حياته، فمن كتر ما خرى فمش فاكر دي انا خريتها امتى. لا جامد. الفيديو ده من 8 سنين، فالمفروض ان انا ساعتها اكون اول شخص في الكون يعمل ليبسينج، صح؟ كانش ساعتها لا في تيك توك ولا ميوزك ولا اي كلام من ده. بعد كده ده فيديو شاهد مشكله تحديات اليوتيوب، تحدي البيبي. وانا هظهر لك الكومنتات عندي، خد من ايدي. مش عارف ايه حكايه الكومنتات اللي انا كنت لازم اطلعها من ايدي دي، بس هو تقريبا كان نادر عليا، لازم اعمل كده في كل الفيديوهات. ازيكم يا جماعه؟ سبق قبل كده واتكلمت عن التحديات، بس في الفيديوهات اللي فاتت ما اتكلمتش على الناس اللي مش متشافه. النهارده جايب لكم ناس فيديوهاتها بتجيب فيوهات قليله زي حالتي كده، بس اقل شويه. الفيديو اللي هوريه لكم دلوقتي فيديو الولد صغير. في الوقت ده بيتهيألي، يعني مش فاكر بالظبط، لكن بيتهيألي كان بيتابعني حركه من 400 ل 1000 حاجه في العدد ده. ما كانش النت موجود في اغلب البيوت، يعني كان اغلبها سايبرات. صغير عنده انيميا، قرر ان هو يعمل تحدي الليمونه المعصفره، اللي هو ياكل نص ليمونه معصفره، ولو خسر هيعاقب نفسه ان هو يعور نفسه بالسكينه. المهم الولد عنده انيميا وهياكل نص ليمونه معصفره، فالانيميا ممكن تؤدي ان هو يجيله ضعف، والضعف ان هو هيخليه نفسه مش مفتوحه على الاكل، ونفسه مش مفتوحه على الاكل هيؤدي ان هو مش عايز يروح المدرسه، وان هو ما يروحش المدرسه امه تبعته ينزل يجيب حاجه من عند البقال، وهو جاب حاجه من عند البقال ممكن الغيبوبه تحصل ويخش في غيبوبه. هو يبقى سبب كل ده التحديات يا جماعه. تعالوا نشوف الفيديو مع بعض. شفت الافيه الطويل العريض ده؟ اكيد انا كنت كاتبه ساعتها، اكيد مش هرتجل فيه عظيم زي ده كده طبيعي. لا الفيديو ده جايب 12000 لايك، والله العظيم حرام عليكم، والله انت كنتوا تشجعوا اشكال شبه دي كده. السلام عليكم يا جدعان، واحنا النهارده جايب لكم حتى كمان جايب عيل غلبان يا عيني، فاتوا اكيد دلوقتي كبر واتجوز وخلف. لا مش الدرجه ده، فاتوا كبر الولد يا عيني، عامل فيديو مع نفسه عادي. انا اسكت اقوم اخده تعالى اعمل ليه مفتري يا ظالم. فصل. هوريكم بقى التحدي يعني صعب قد ايه. يعني لو اعصر تبقوا ايه، ولو ما كملتش التحدي اعور نفسي. لا فاهم اللي هو ايه، كانت ساعتها حلوه دي، اقول عليها كانت ساعتها حلوه، لكن اللي فاتوا دول لا، كان ساعتها خرا ودلوقتي خرا. الحمد لله التحدي عدينا بخير، يعني الحمد لله. الحمد لله كسبنا 1-0، والجمهور كان مساعدنا، وكان في تشجيع وكان في دعم كويس. تاني فيديو يعني لا دي ساعتها كانت كويسه شويه، لا دي هي مقبوله، ساعتها كانت حلوه. معايا لواحد برضو عنده انيميا، بس المره دي هياكل بيتزا، حاجه تقويه، حاجه تخليه كويس، مش ياكل ليمونه معصفره. تعالوا نشوف الفيديو مع بعض. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. محمد محمود من قناه التحدي. السلام عليكم. انت بتقول ايه؟ انا مش فاهم ولا جمله مفيده. هو الايد فرقه المانيا عامل زي الفرقه بتاعتنا اهو. والله لا كان يعني فاهم، بدات يعني انضج شويه، ولا ممكن اكون بدات اتعدى من نفسي فبدات اتقبلني. لا بتهيألي كان بدات اتطور سنه سنه، يعني انا كنت سيء جدا، مع ان واحده واحده يعني بدات ابقى مقبول. بس الحمد لله خلصتها من غير ما اشرب طبعا ولا بق ولا اي حاجه. رب الفيديو يعجبكم، لايك وسبسكرايب وشير. يعني بجيب عيال غلابه والله العظيم بجد. مش عارف، كان وقتها ما كانش فيه محتوى بقى، ولا في حد يمنشن لي ولا كده. كنت بقعد بقى امسك اليوتيوب اقعد افر فيه حته لحد ما يطلع لي حاجه، واقعد بقى اجيب العيال دي كده
واعمل فيديو. يا جماعه انا بقول كفايه لحد كده خلاص، ما عادش فيها فيديوهات تانية، مش جايب فيديوهات تانية من دي. ان انا اعمل فيديو تاني شبه ده، ان انا اتفرج على الفيديوهات القديمه، جلد الذات ده والعذاب اللي انا كنت قاعد فيه دلوقتي ده من المستحيلات، الا لو الفيديو ده جاب 40,000 لايك. ده من المستحيلات برضه ان الفيديو ده يجيب 40,000 لايك. فده لو حصل يعني ممكن ساعتها ابقى اشاور نفسي كده في الموضوع ونشوف هيتعمل ولا لا. ولو انت كمان شايف الحته دي هتاخد ولا تاخد حاجه في الفيديو، ومش هنحط الارض. باي باي.